السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الفلافل، هنقليها مع بعض. العجينه دي بصراحه انا مش عاملاها في البيت، انا جايباها من عند الراجل. يعني بحيث ان انا يعني على الاقل اضمن نظافه الزيت، ما يكونش الزيت بتاعها اللي هو بيبقى بتاع الراجل بيبقى مقلي فيه كتير جدا. ولو انه سبحان الله برضو بيبقى ايه يعني سبحان الله ربنا بيحلي الرزق للناس ديت على اساس ان ربنا يجعل في الاكل بتاعهم له طعم والناس تقبل عليه، رغم ان الزيت بتاعه بيبقى مقلي فيه كذا مره، ولكن سبحان الله برضو طعمها بيبقى مميز وطعمها بيبقى حلو. ولكن اهو ادينا هنحاول ان احنا يعني ايه نعمل الحاجه اللي ما تضرش ولادنا على قد ما نقدر. انا هجيب كميه من العجينه كده اهو زي ما انتم شايفين، وبمعلقتين هاخد كميه كده بمعلقه، والمعلقه التانية احاول اساوي على قد ما اقدر، وانزلها في الزيت اللي يكون ايه يعني ما يكونش يعني بيغلي، يدوبك الزيت يكون سخن نوعا ما، عشان الفلافل ما تتحرقش مني وفي النص ما تبقاش استوت. وهنزل كده. او الطريقه التانية اللي تاخدي بايديكي، هتاخدي بايدك كميه كده اهوت معينه، بصراحه انا بفضل بالايد افضل. كميه بايدك والايد التانية تساوي على قد ما تقدري، بس ما تضغطيش عليها قوي عشان ما تخرجيش الهواء اللي فيها وما تطلعش هشه، وتبقى جميله كده اهوت ومقرمشه معاكي. هقول لكم مكونات الفلافل ان شاء الله هنعملها مع بعض. طبعا هي بتتكون من الفول المدشوش المنقوع قبلها بيوم، وهنحط معاها بصلتين وكام فص من الثوم، والخضره بتاعتها اللي هي بتبقى عباره عن كرات، او البصل الاخضر، او الكزبره الخضراء، او البقدونس، ايا كان اللي انت هتضيفيه، بس ما تكتريش من الخضره عشان ما تغمقش معاكي ويبقى شكلها مش ظريف. هنضرب كل المكونات دي كلها مع بعض، بس طبعا الفول هيكون اتنقع قبلها بيوم في كبه او في خلاط او في المفرمه ايا كان. المهم المكونات كلها هتتضرب مع بعض، والبهارات بتاعته بتبقى عباره عن الملح والكمون والكزبره الناشفه. هنعمل المكونات دي كلها مع بعض، وهنحاول ندخل كميه هواء كتيره في العجينه، بحيث انها تطلع لما نيجي نقليها تبقى هشه وتبقى شبيهه بتاعه الراجل، وفي نفس الوقت كده يبقى وفرنا في الفلوس وحافظنا على صحتنا وعملنا المطلوب مننا. ما تنسونيش بقى من لايكاتكم ومن التعليقات ومن مشاركه الفيديو عشان ينتشر. والسلام عليكم ورحمه الله.